بكوبايتين دقيق وفرن البوتاجاز هتعمليه. هنعمل النهارده مع بعض بأسهل طريقة وبدون خميرة ولا بيكنج باودر طبقات القرفة والسكر. بصوا مقرمشة وطعمها جميل جدا، حاجة كده خيال. لما تجربوا الوصفة دي هتعتمدوها من كتر جمالها. فاتمنى بجد وصفة النهاردة تنال اعجابكم وتجربوها، ولايك وشير وصلوا على رسول الله. عشان نعمل وصفتنا للنهاردة عندي هنا كوباية الا ربع من المية، مية فترة من الحنفية، ربع معلقة من الملح، معلقة صغيرة من السكر، وعندي هنا معلقتين كبار من الزيت. ببدأ كده أدوب السكر والملح في المية، وبعد كده بنزل بكوبايتين من الدقيق. بسمي بسم الله وبعجن العجينة. طبعا كوباية إلا ربع من المية هتعجن معايا كوبايتين الدقيق، هتديني العجينة المظبوطة اللي أنا محتاجاها. أهم حاجة تعجنيها كويس قوي لحد لما تلم كده معاكي من الطبق وتديكي ملمس ناعم. بعد كده بحطها في الطبق واغطي عليها بكيس بلاستيك، بسيبها 10 دقايق ترتاح معايا، وبعد كده ببدأ افردها. بعد 10 دقايق هنبدأ نقطعها طبعا لكور. طبعا حجم الكرة على حسب ما انت حابة، بس لو حابة تزودي الطبقات بتصغري حجم الكور. طبعا قطعتها انا على 7 كور، حجم وسط زي ما انتوا شايفين، رشة دقيق على الرخامة، وقطعت الكور وحطيتهم. دلوقتي هبدأ اغطي عليهم كده 10 دقايق يرتاحوا معايا عشان العجينة تفرد معايا بمنتهى السهولة. هنا بقى عندي عشان التوريق عندي هنا معلقتين كبار من السمنه. اهم حاجه تكون السمنه معاكي كده متماسكه، ما تكونش سايحه قوي ولا جامده قوي. عندي هنا بقى 6 معالق من السكر على معلقه من القرفه، قلبتهم مع بعض. وهنبدا بقى رش الدقيق على الرخامه. نجيب اول كوره قطعناها، هبدا احطها كده على الرخامه وارش عليها رشه دقيق كمان من فوق، وبعد كده ببدا افردها. شايفين الجمال؟ بعد ما بفردها بالطريقة دي، شايفين السمك بتاعها، ببدأ اركنها على جنب وببدأ ادهنها بالسمنة. دهنة حلوة كده من السمنة. وبعد ما بندهنها من السمنة بنجيب السكر والقرفة وببدأ ارشها كده. سمرة انا ما بحبش السكر والقرفة، احشيها او احط سكر بس، وهتبقى طعمها جميل جدا. بعد ما حطيناها بالطريقة دي هنيجي بالكرة التانية نبدأ نفردها بنفس الطريقة وبنفس السمك وبنفس الحجم. وبعد ما بنفردها بنحطها فوق الفطيرة الأولانية، وبنرجع ندهن كمان بالسمنة، وبنحط برضو طبقة من السكر والقرفة. شايفين وصفة النهاردة قد سهلة جدا ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت. بعد ما بحطها كده طبعا انا كده هكمل باقي الطبقات بين كل طبقة والتانية، هدهنها بالسمنة وارش عليها سكر وقرفة لحد لما بخلصهم بالطريقة دي. اخر طبقة كده بكبرها كده سنة بسيطة، وببدأ اغطي بيها الطبقات التانية، وبغطي عليهم بكيس بلاستيك وبسيبهم بس 5 دقايق معايا يرتاحوا. بعد كده نبدأ نفردهم. في المرحلة دي انا بكون مشغلة الفرن على اعلى درجة حرارة عشان تسخن كويس قوي معايا. بصوا لما ايدك كده تعلم في العجين اعرف ان هي ارتاحت. على الرخامة هنبدأ نرش حبة كده من السكر والقرفة، ونحط العجينة او طبقات السعادة بتاعتنا، وبعد كده نبدأ نفردها. شايفين الجمال؟ تفردها بقى طولي وعرض كده لحد لما تخلي سمكها كده وسط، ولا هي سميكة قوي ولا هي رقيقة قوي. باجي بقى في الطبقة الأخيرة دي من فوق ببدأ أدهنها كده دهنة سمنة خفيفة جدا، وبعد كده برش عليها حبة من السكر والقرفة. وبعد كده بأكد بس ضغطة خفيفة كده بإيدك على السكر والقرفة، وبعد كده هنبدأ نقطعها. شايفين وصفة النهاردة سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. الأول بقى بدأت أسويها كده، شلت الحروف، وطبعا أنا ما رميتش الحروف، أنا سويتهم عادي في الصينية بس كده. ببدأ أقطعها طولي، وبعد كده بنقطعها لمربعات صغيرة. بص التقطيعة أو التشكيلة اللي انت حابة تقطعها لها قطعيها عادي بس كده. شايفين السمك ده؟ سمك العجينة اللي أنا محتاجاه النهاردة. دلوقتي عندي بقى صينية تدهنيها زيت تدهنيها سمنة، المهم انك تدهنيها. هنبدأ بقى نرص فيها طبقات السكر والقرفة والعجينة بتاعتنا بالطريقة دي،
وبعد ما برصها طبعا دلوقتي هبدأ اسويها. طبعا دي الكمية اللي معايا. بصوا ما رميناش حاجة، حتى الحروف حطيناها. الفرن سخن جدا على اعلى درجة حرارة. بتدخليها الفرن على الرف الوسطاني، بتخلي النار وسط من تحت ووسط من فوق، وتسيبيها بقى لحد لما تاخد بقى اللون من فوق ومن تحت. وبعد كده تبدأي تخرجيها من الفرن. هي بتكون استوت معاكي وقرمشت. اول ما تطلعيها طبعا من الفرن على طول ابدأي شيليها من الصينية. هتاخد قد ايه تسوية يا سمر؟ هتاخد من 13 ل 15 كده دقيقة، يعني ربع ساعة في الفرن على نار متوسطة، وهتطلع معاكي جميلة جدا. اهم حاجة تشيليها على طول اول ما تطلع من الفرن، تشيليها من الصينية. ليه؟ لان السكر هيبدأ طبعا يبرد ويمسك معاكي في الصينية، فمش هتعرفي تخرجيها. طبعا كل ما بتسيبيها على الرخامة كل ما بتنشف بقى وتقرمش وهي طالعة مستوية جدا. شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم ان طعمها خرافة. ولا تقولي لي بسكوت بقى بالسكر والقرفة، ولا بسكوت بالبيض ولا الحليب. لا، ده هاتي حبة دقيق ومية وانت هتعملي احلى طبقات سكر بالقرفة جنب كوباية شاي بلبن كده. حاجة جميلة جدا، سنيكس خفيف وسهل وسريع. اتمنى بجد وصفة النهاردة تكون عجبتكم. شايفين الطبقات وشايفين التوريق وشايفين كمان التسوية. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله. أشوفكم على خير في وصفة جديدة.